تحضير تبعا لخصوصيات كل منطقة ومميزاتها الجغرافية والبيئية. الروبورتاج التالي يقربنا من استعدادات فريق نهضة بركان، وهو من إنجاز عبد العزيز رباك ومحمد العلوي. اختار الفريق البركاني ضواحي مدينة بوسكورة لتدشين استعداداته للموسم الجديد، وأهم ما حملته الصورة وجوه جديدة لقيادة النهضة في مقدمتها الفرنسي بيرترو مارشان الذي يعود للمشهد الكروي المغربي بعد تجربة سابقة مع الرجاء الرياضي. 35 لاعبا يشاركون في المعسكر، وهم يمثلون قاعدة صلبة للفريق حسب المدرب مارشان في انتظار انتدابات جديدة. نعمل من أجل تحسين الأداء وتطوير المهارات حتى نكون جاهزين في بداية البطولة. نتوافر على مجموعة متجانسة تحدوها رغبة كبيرة في الدفاع عن ألوان وسمعة الفريق. انتدابات كانت في اتجاه إرجاع هوية النهضة البركانية باستخدام لاعبين اللي تنتموا للمنطقة. الحقيقة واحد الجدية كبيرة تتسود في التدريب بطاقم تقني جديد، ويعني بمشروع جديد وبروح ومعنويات جديدة. من أبرز ملامح التركيبة الجديدة للفريق البركاني حلول لاعبين من أبناء المدينة بعد اكتسابهم تجارب مهمة في فرق أخرى، كاللاعب محمد البرابح الذي التحق بشقيقه عبد المولى. عندنا الفرصه باش نلعبوا في فريق واحد، نتمنى من الله حنا كاخوان نعطيو اضافه للفريق ونقدموا واحد المستوى كبير ان شاء الله هذه السنه هذه، نفرحوا به الجمهور البركاني ان شاء الله في اخر الموسم. فهاد السنه ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الهدف ديالنا هو المراكز الاولى، وكنتمنى القدوم ديال اللاعبين كباك الهلالي كمحمد بالرابح، كنتمناو يعطيو الاضافه لهذا الفريق هذا ونمشيو به ان شاء الله لي زوبجيكتيف اللي عند الفريق. بعد قضاء 20 يوما بضواحي بوسكورة سيواصل الفريق فترة استعدادات هاته بمعسكر بمدينة بركان وآخر بالديار البرتغالية. النهضة البركانية باستخدام لاعبين اللي تنتموا للمنطقة. الحقيقة واحد الجدية كبيرة تتسود في التدريب بطاقم تقني جديد، ويعني بمشروع جديد وبروح ومعنويات جديدة. من أبرز ملامح التركيبة الجديدة للفريق البركاني حلول لاعبين من أبناء المدينة بعد اكتسابهم تجارب مهمة في فرق أخرى، كاللاعب محمد البرابح الذي التحق بشقيقه عبد المولى. عندنا الفرصه باش نلعبوا في فريق واحد، نتمنى من الله حنا كاخوان نعطيو اضافه للفريق ونقدموا واحد المستوى كبير ان شاء الله هذه السنه هذه، نفرحوا به الجمهور البركاني ان شاء الله في اخر الموسم. فهاد السنه ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الهدف ديالنا هو المراكز الاولى، وكنتمنى القدوم ديال اللاعبين كباك الهلالي كمحمد بالرابح، كنتمناو يعطيو الاضافه لهذا الفريق هذا ونمشيو به ان شاء الله لي زوبجيكتيف اللي عند الفريق. بعد قضاء